السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. استأنف الزمالك تدريباته أمس السبت، وانطلق ميران الفريق في 13 بدلا من 4 بقرار من فيريرا للسماح للاعبين بمتابعة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم. خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة البنك تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة، وتم تقسيم الحصة الخاصة بالأساسيين إلى فترتين. الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية خفيفة والركض حول الملعب، في حين تضمنت الفقرة الثانية تدريبات استشفائية وترفيهية لعلاج الإرهاق، بجانب بعض التدريبات باستخدام أدوات الجيمنيزيوم داخل أرضية الملعب. وشارك كل من يوسف أسامة نبيه وسامسون إيكينولا في هذه الفقرة برفقة اللاعبين الأساسيين. وقاد تدريبات هذه المجموعة أندريا فليبسوزا مخطط الأحمال، والذي كان حريصا على نقل التعليمات بشكل متواصل للاعبين لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة. وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي. وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وتم رفع الحمل البدني الخاص بهم في ميران أمس. عقب ذلك خاضت هذه المجموعة حصة فنية تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية والتكتيكية الخاصة. بعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة بدون حراس المرمى لتطبيق الأمور الفنية التي تم التدريب عليها. وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وروي أجواش تحت أنظار فيريرا، والذي كان حريصا على نقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين. كشف مصدر بالزمالك عن سر التغييرات العديدة التي أجراها فيريرا على تشكيل الفريق، وأكد أن فيريرا عقد جلسة منذ فترة مع أمير مرتضى، وأوضح بأنه في مرحلة إعداد بناء الفريق ويحتاج لبعض الوقت للوقوف على طريقة لعب ثابتة وتشكيل واحد. وكشف فيريرا لأمير مرتضى عن رغبته في تغيير مراكز بعض اللاعبين، وأنه ليس بالضرورة أن يعتمد على الصفقات الجديدة في نفس مراكزها. وأوضح أن الاستقرار على التشكيل وطريقة اللعب سيكون مع نهاية الدور الأول، خاصة وأنه في مرحلة تقييم كل الصفقات ومنحها الفرصة مع الفريق. أكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك رفض مسألة مناقشة رحيل يوسف أسامة نبيه في ظل رغبة الجهاز الفني للنادي في استمراره بعد المستويات التي قدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت التقارير أن هناك وعدا بتعديل عقد يوسف أسامة نبيه، وهناك جلسة سيتم عقدها مع اللاعب لحسم تعديل عقده وتجديده مع النادي خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، وذلك عقب انتهاء الأزمة المالية. فاز الفريق الأول سيدات لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره المعادي بنتيجة 27-21 باللقاء الذي جمعهما أمس السبت بملعب الأخير ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري. أعلنت أمس شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري العام. موعد مباراتي القمة في دوري الكرة الطائرة: تقام مباراة الذهاب بين الزمالك والأهلي يوم 31 ديسمبر من ديسمبر الجاري الساعة 8 مساء على صالة نادي الزمالك، بينما ستقام مباراة الإياب على صالة الأهلي يوم 10 من يناير 2023 8 مساء. يلاقي الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. مباريات كأس العالم اليوم في اليوم الأخير في النهائي بمونديال قطر 2022، الأرجنتين وفرنسا في 5 مساء بتوقيت مصر. عقد فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية أمس، وفي بداية حديثه وجه التحية للاعبين وأشاد بالأداء القوي والروح العالية في لقاء البنك والإصرار على تحقيق الفوز والروح التي ظهر عليها اللاعبون وتمكنهم من تحقيق الفوز وحصد ال3 نقاط. ونال يوسف أسامة نبيه إشادة وتهنئة خاصة من فيريرا على تسجيله لهدف الفوز، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة، وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع. وأثناء الجلسة تحدث في حضور معاونيه عن التفاصيل الخاصة بلقاء البنك وفقا للتقرير الخاص بالمباراة، وشرح أمور عديدة ومواقف حدثت بالمباراة. مرتضى منصور: أتقدم بالتهنئة للاعبي الزمالك والجهاز الفني، كما أوجه التهنئة لفريق اليد والسلة على تحقيق الفوز أيضا.
مرتضى منصور: فوز الزمالك دفعة معنوية مهمة خاصة مع تعادل الأهلي في نفس الجولة. كل فرق الزمالك على قدر المسؤولية رغم الحجز على أرصدة الزمالك، واللاعبون يبذلون أقصى جهد لتحقيق الانتصارات. حققنا الفوز بأكثر من 14 بطولة في فريق الكرة خلال عهد المجلس الحالي، وسنواصل تحقيق البطولات. وللأسف بعض الصفحات الزملكاوية والمحسوبين على الزمالك يحاولون كسر فرحة الزمالك وقت أي انتصارات، والرمز الزملكاوي الوحيد هو جمهور الزمالك لأنهم يقفون خلف الفريق في كل الأوقات. مرتضى منصور: البنيني سامسون إيكينولا ظهر بشكل جيد، ومصطفى الزناري أيضا. سعيد بعودة نبيل عماد دونجا ومشاركته في لقاء البنك الأهلي، والفريق بأكمله كان متماسكا خلال اللقاء، وكان هناك إصرارا على تحقيق الفوز. رغم ذلك الأداء لم يعجب المتربصين بالزمالك بعدما حاولوا التقليل من الفريق، ومن قبلهم فيريرا وأمير مرتضى. نحن نعمل من أجل خدمة نادي الزمالك. مرتضى منصور: مروان عطية لاعب الاتحاد عقد جلسة مفاوضات مع أمير مرتضى، واحتراما لنادي الاتحاد وجماهيره لم يكمل التعاقد. وتابع ننتظر من محمد مصلحي تنفيذ العهد الذي قطعه على نفسه بأن يكون مروان عطية في الزمالك مهما كانت المغريات. الأزمة المالية الخاصة بالحجز على أرصدة النادي سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم الانتهاء أيضا من عقد الرعاية الخاص بالنادي خلال أيام بعد الوصول لصيغة اتفاق مع الشركة راعية على كافة التفاصيل. مجلس الإدارة يحافظ على كافة حقوق النادي في كل الاتجاهات. الغرامة التي تخص قضية كهرباء لن يتم التنازل عنها. وجه مرتضى منصور رسالة لجماهير الزمالك قائلا: لا يجب انتقاد المدير الفني، هو رجل لا يحتاج لأي شيء ولا يجب الضغط عليه بعد أي تعادل. فيريرا يحقق المطلوب منه بحصد البطولات، والمشوار في الدوري لا يزال مبكرا. كابتن أحمد مرعي المدير الفني لفريق سلة الزمالك: بحيي كل جماهير الزمالك الكيان الكبير ومشجعي كل الألعاب. وأضاف: في بداية الموسم مرينا بمرحلة غريبة شوية بسبب أن عدد من اللاعبين المسجلين بالقائمة أصبحوا غير متواجدين معنا لأسباب مختلفة، ما بين إصابة وسفر لأمريكا أو فسخ العقد وراحوا لنادي تاني. مرعي: واجهنا الوضع بالعمل مع ولاد النادي والناشئين، والمشوار اللي فات سواء في دوري المرتبط والكاس أداء الفريق رغم النقص العددي وعدم وجود محترف أداء متوازن جدا وفقا لإمكانيات اللعيبة الموجودة، اللي عارف إنها ممكن لا تلبي طموحات الجماهير في إحراز بطولات، لكن الولاد والفرقة مع المحترف واخدة خطوات لقدام وهتوصل للمنافسة على بطولتي الدوري والكاس. أحمد مرعي: الخطوات اللي الفريق أخدها مع المحترف اللي جبناه أوجي مايو هنشوف إمكانياتها الكبيرة التي تعاقدنا معاها بسببها، ودرجة انسجامه هيبقى مفيد قد إيه، وهنبلغكم وهنطمنكم على تقدم فرقة الباسكت من أسبوع لأسبوع ومن مباراة لأخرى. خالد الغندور عبر فيسبوك: سبحان الله، من أيام كانت الشتيمة والتريقة والتنمر على محمود علاء بعد ما أضاع ضربة جزاء، وأتم الماتش اللي بعده على طول ربنا عاقبهم، وللأسف المرة دي شتيمة وتنمر على لاعبهم وأحد نجومهم لمجرد ضياع ضربة جزاء يمهل ولا يهمل. مرتضى منصور: لو طلب فيريرا لبن العصفور سنجلب العصفور نفسه، مشيرا إلى أن فيريرا خلقه ضيق والمدرب طلب تدريب عدد قليل من اللاعبين وهو لا يريد زحمة. وأتم هناك سر: فيريرا كان استكفى بالصفقات قبل التعاقد مع يوسف حسن ومصطفى شلبي وعمرو السيسي، ولكن عند عرضهم عليه وافق وأكد الحاجة لهم وإنهم سيكونوا إضافة. أدى مصطفى شلبي وإبراهيم نضاي فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل على هامش التدريبات، يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع لهما بسبب الإصابات التي يعاني منها الثنائي في العضلة الخلفية. وحرص الدكتور محمد أسامة على متابعة تأهيل الثنائي والحديث معهم ونقل بعض التعليمات ليقوما بتنفيذها في حضور عمرو المطراوي، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لتجهيزهما بالشكل المطلوب للمشاركة. شهدت تدريبات الفريق انتظام عبد الله جمعة، يأتي ذلك عقب تماثل جمعة للشفاء من نزلة البرد التي كان يعاني منها في الأيام الماضية وغاب بسببها عن مواجهة البنك، وشارك في الفقرات التأهيلية والبدنية بالإضافة إلى الفقرة الفنية بصحبة زملائه. شارك محمد طارق مدافع الفريق في التدريبات الجماعية أمس، وكان محمد طارق غاب عن التواجد مع الفريق خلال مباراة البنك بسبب مشاركته مع فريق الشباب مواليد 2001 أمام مصر المقصة. وخاض محمد طارق الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الفنية مع زملائه بالفريق استعدادا للمباريات المقبلة. أدى ثلاثي حراسة المرمى
محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية تدريبات فنية وتأهيلية قوية خلال ميران أمس، وخاض الثلاثي فقرة تأهيلية خاصة لمدة دقائق أعقبها تدريبات فنية قوية ومتنوعة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى. وفي نفس الوقت اكتفى محمد عواد بأداء فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة بشكل منفرد، ولم يشارك مع الحراس الثلاثة في التدريبات وفقا لقرار الجهاز الفني بسبب مشاركته أمام البنك الأهلي. نشر رئيس نادي الرجاء عزيز البدراوي بيانا رسميا عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام كتب فيه: نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة بكأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب، وأضاف: نتشبث بهذا الحق بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة، ونحن الأحق بالترشح قبل أي فريق إفريقي. حتى وإن كان وسيط بطل النسخة الماضية، اتصلنا هاتفيا بمسؤولي اتحاد الكرة المغربي من أجل التنسيق، وأرسلنا اعتراضنا لهم بشكل رسمي، كما أرسلنا لمسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل حسم اليوم يوم الثلاثاء. وجاء هذا البيان ليؤكد أن تداعيات مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب لا زالت مستمرة. وافق مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بالتمرير على الطلب المقدم من نادي المريخ السوداني باستضافة مبارياته الإفريقية على ملعب الجوهرة الزرقاء وفقا لشروط لائحة الاستثمار بالنادي. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات.